أما التوقعات الشهرية لبرج الحوت عن شهر أكتوبر فبنقول له هو شهر الإشراق والتألق. أبدأ من الأهم، وهو دخول زحل هذا الكوكب الكبير إلى موقع حليف لك هو العقرب بتاريخ يوم 5، والذي يتعهد بقلب الموازين لمصلحتك ويجعل تأثيراته في خدمتك. إن كوكب زحل الذي يستقر في العقرب 2.5 سنين ابتداء من يوم 5 يعزز أوضاعك المهنية والشخصية، ويحملك مسؤوليات أعلى، ويجعلك تستفيد من خبرتك الفنية لكي تتقدم إلى الأمام وتتسلق سلم النجاح بفخر واعتزاز. تحمل سماء هذا الشهر الكثير من الحركة والدراسات والعلاقات والاتصالات والعمليات المالية، قد تطالب بحقوق أو تحصل على عائدات وتعيش أجواء مهنية مميزة رغم بعض الذبذبات الصغيرة والمناكفات من قبل مسؤول أو زميل أو حاسد. تتطرق إلى أفكار جديدة ومعطيات مهمة ومتنوعة. قد تقوم بسفر إلى الخارج مميز مكلفا بمهمة غير عادية، تتصرف بحماسة وتشويق وتجمع حولك من يرغب في العمل المشترك ومشاطرة الأحلام. تتناغم زحل في العقرب مع نبتون في برجك، وذلك لرحلة طويلة وواعدة تجد وتلاقي الاحترام والتقدير والإعجاب أثناء توليك مهمات إدارية وسياسية وقيادية، فتكون الضوء لكثيرين. أيها الحوت، شهر الإشراق والتألق. هنيئا لك بالأجواء الفلكية وبانتقال زحل إلى برج العقرب الصديق لبرجك. المريخ يعاكسك قليلا ابتداء من يوم 7، فبمعاكسته لنبتون في برجك يولد بعض الفوضى في بعض الأحيان، ويجعلك تواجه أحد المسؤولين أو النافذين وتضطر إلى إحداث إصلاحات أو دفع ثمن بعض أخطاء الماضية. تعاني أيضا من غيرة وحسد ما يتعبك ويسبب بعض التوتر، خاصة في الأيام العشر الأخيرة من الشهر. لا ترتكب الهفوات أيها الحوت في مجال عملك، ولا تتحدى السلطات حتى ولو كنت على حق. وأخص بالذكر العشرية الثالثة. وإلى اللقاء في الشهر القادم إن شاء الله.